النقرس ده داء الملوك. النقرس هو التهاب حاد بيصيب المفاصل وخاصة صابع الرجل الكبير، وكمان له تأثير على الكلى. سؤالنا النهارده ايه الأكلات اللي بتزود النقرس؟ معاك الدكتور محمد الجوهري، وده سؤال تاني في العظم. ايه الحاجات اللي بتزود النقرس؟ جزء كبير من المشكلة بيجي من الأكل. بشكل عام ابعد عن السكريات زي الحاجة الساقعة أو الدهون الغير مشبعة زي المقليات والأكل السريع أو البروتين الحيواني. ابعد عن كل المشروبات الغازية أو مشروبات الشعير أو مشروبات الطاقة أو العصائر أو الحاجة الحلوة أو الآيس كريم، وده عشان بيكون فيه كميات سكر كبيرة. ما تستغربش، أيوه النقرس عبارة عن أملاح، وأيوه السكر بيزوده. النقرس بيجي للناس اللي بتاكل لحمة كتير، عشان كده اتسمى داء الملوك. اللحمة زي الكبدة، الفشة، الحلويات، اللحمة الحمراء زي اللحمة الضاني والبقري، وكمان بعض المأكولات البحرية زي الجمبري والسردين والأنشوجة والتونة وبلح البحر. كمان قلل من أجنحة الفراخ أو جلدها أو البط أو الوز أو الأرانب، لأن بيكون فيها دهون كتير. أخلي بالي من المأكولات السريعة، فيها كل المشاكل، فيها سكر، فيها دهون غير مشبعة، وفيها بروتين. طبعا المشروبات الكحولية بتزود إصابة النقرس. عادة مرضى السكر أو الضغط أو مرضى القلب أكثر عرضة للنقرس. كمان في بعض الأدوية زي الأدوية المضرة للبول والأسبرين ببعض الجرعات بتساعد بزيادة نسبة النقرس، عشان كده لازم نتابع كل فترة مع الدكتور. في بعض الأكلات والمشروبات كان بيتقال عليها إنها بتعلي النقرس، لكن المفاجأة استخدامها باعتدال مش بيعلي إنما بيقلل النقرس. زي القهوة اللي مش زيادة، مش سريعة التحضير. نقدر نشرب من 4 ل6 فناجين قهوة في اليوم. كمان البيض مسموح بحوالي 5 بيضات في الأسبوع، وده تخوفا من الكوليسترول مش من النقرس. وللمفاجأة الفول ممكن يقلل النقرس، مسموح بالفول والعدس وكل البروتين النباتي وباقي الخضروات، لكن اخلي بالي من الزيت او التقليه. البرتقال كان بيتقال عشان من الحوامض فبيزود النقص، لكن لا، فيتامين سي اللي في البرتقال والاناناس والفراوله بيقلل النقص، لكن ما يكونوش على العصير او مضاف عليهم سكر. كمان في اكلات مالهاش علاقه بالنقص زي الرز او المكرونه، اللبن وخصوصا من غير دسم. كل الخضروات مسموحه وخصوصا الطازجه، بس خلي بالي من طريقه طبخها وخصوصا من التسبيك. العيش وخصوصا العيش السن مسموح بيه. أهم حاجة نشرب مية كتير جدا، نشرب حوالي من 8 ل 16 كوباية في اليوم. وفي آخر كلامنا، أهم حاجة الوزن الصحي، الرياضة جزء كبير من علاج ارتفاع النقرس. أدوية تقليل النقرس مش بديل لوصفة أكل صحية. النقرس مخاطره مش بس على العظم، إنما ليه مخاطر أشد على الكلى. وفي آخر كلامنا كان معاكم الدكتور محمد الجوهري، وده كان سؤال في العظم. مع السلامة.